السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الطاجن الجميل ده بقى، ادخلوا على القناة تحت وانتوا هتعرفوا عنه كل حاجة. انما النهاردة عملناها مسلوقة، وعملنا فتة لحمة، وعملنا فتة كوارع، وعملنا كده صلصة الكوارع كده جميلة، فيش حبة صلصة جميلة. اتفرجوا بقى معايا على الفيديو من اوله لاخره وان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض اكلة حلوة كده بتتاكل من العيد للعيد، بس احنا لسه يعني قريب من العيد اهو، فاكلناها في العيد وهناكلها كمان مرة ان شاء الله. الكوارع عندنا هنا ناس بتحبها وناس ما تحبهاش، عشان كده عاملين معاها ايه، لحمة. هنعمل فتة النهارده، فتة كوارع كده، بس هيبقى معاها لحمة عشان في ناس مش بتحب الكوارع. انا منقعه الكوارعية ديت في ليمون وملح، مش حاطه خل. محدش يحط خل يا جماعه، الخل بيزفر اللحمه او الفراخ، بيخلي الخل بيطلع الدم اللي جواهم فبتخليها زفره. فنصيحه يعني ان يا بالبرتقال يا بالليمون، واهم حاجه حبه الملح وحبه الدقيق، تنقعيها فيها كده. تنقعي كده الكوارعيه في حبه دقيق وحبه ملح وحبه وعصره ليمون، بس مش اكتر من كده. احنا حاطين الميه بتاعت اللحمه على النار اهي بتغلي. بسم الله الله اكبر. لما تيجي تحطي لحمتك تقولي بسم الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الله اكبر. والكوارع برضو غلت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا معرفش اكسرها غير كده، علشان ايه، هي جايه سليمه وانا ما عنديش سكينه حاميه غير كده. قطعتها على 3. بصوا ميتها، وبصوا ما شاء الله نضيفه بتلمع ازاي، بصوا شايفين ما شاء الله، عشان غسلها بالدقيق والليمون وعصرة وحبة الملح، بيخليها شمعة وبيخليها فل، ما بيخليهاش لها ريحة خالص. شايفين المية بتاعتها عاملة ازاي، وهي عاملة ازاي ما شاء الله. نستنى بقى الاتنين يغلوا، نطلع الريم بتاعهم كده ونشتغل. بصوا يا حبايبي، قصقصت العيش كده اهو، شايفين. هحطه في الفرن بقى، وايه، اديله كده الزيت الجميل بتاعنا ده بالزبده. بصوا اسهل من الفرشه بقى، جميله بصراحه. الفرشه البخاخه دي حلوه قوي يعني، بخاخه زيت على سمنه. نقلب كده بقى تقليبه ونحطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ياخد لون كده جميل، يتحمص ويطلع بقى نعمله بيه الفته. بصوا يا حبايبي، هنعمل بقى كمان كده شويه رز حلوين، بس انا بحب احمر بقى ايه الرز كله يعني، اوديله كده، اخليه كده ايه يتشمع كده إيه مع الزبده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان يبقى رز مفلفل وجميل، لما تعمليه كده يبقى عارفه، بيبقى جميل قوي ماسك نفسه، والحبايه بحبتها. هنفضي وارجع. بصوا يا حبايبي ما شاء الله، شايفين. بصوا الرز بقى هو بيتشمع عامل ازاي، شايفين. بصوا مسكت نفسها الرزايه ازاي اهو. انا بحب اشمع الرز بتاع الفته جدا، علشان يبقى فلفل على وش الفته كده وجميل. كمان بقى لما تحطي هنا بقى مكعب ماجي على الرز ده، تحفه، بيخليه في مكان تاني والله يعني. مع التشميعه بتاعته دي، الماجي بتخلي الرز في مكان تاني خالص. اللحمه اهي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قربت تستوي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوارع اهي، بس لسه شكلها نايم. انا كنت لسه شايفاها. نحضر بقى ايه الصلصه بتاعه الفته، ونبص على العيش. صح، بس افتكرنا العيش. ان شاء الله ان شاء الله لسه شويه. بصوا يا حبايبي، هنحمر الثوم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا الكوارع اهي، نخليها تبرد بقى عشان نخليها خالص. وعملنا اهو ال40 اهو، واحد هيبقى واحد كوارع وواحد لحمه، عشان اللي بياكل الكوارع ياكل، اللي بياكل اللحمه ياكل، محدش يبقى زعلان. نحمر الثوم كده ومحضرين الصلصه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنصفر بس، هي اللون بتاعها فاتح لسه نيه، بس ايه بصوا باينه ان هي اتحمرت. لا هي ما اتحمرتش، بس عشان الزبده يبقى فيها مرته. نحط الصلصه كده. بصوا حبايبي كمان قطعنا الكوارع، بصوا عملناها ازاي، شايفين؟ خليناها خالص بس ما خليتهاش كلها، يعني خليت بس حته وسبت دولت. بصوا عشان في ناس بيحب يمصمصوا كده. هنحط لهم بقى دي كده في الصلصه كده. انا شلت نص الصلصه دي عشان نحطها على الوش، وديت بقى هنحط فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى فيها كده الكوارع. الله على الريحه، الريحه تحفه، ما اقولكوش على الريحه. زودها شويه شوربه كوارع كده عشان تبقى جميله. بصوا حبايبي هما بيحبوها كده، شايفين اهي؟ بصوا ما شاء الله، بيحبوا حبه متقطعين كده في صلصه. دي صلصه غير، انا خدت نصها، هحط نصها على وش الفته، واحط لهم حبه سلطانيه جنب الفته، وهي حطيت فيها شويه كوارع متقطعين كده مخليين، عشان يبقى ايه، في ناس ما بتحبش تمسكها تاكلها بس. خلصناها يا حبايبي. بنعمل بقى طشه الكزبره بفص الثوم ديت للشوربه بتاعه الفته. بصراحه الريحه ما شاء الله. بنعمل كده حبه عود كزبره كده مع فص ثوم، ونحطه على الشوربه كده، بيخليها في مكان تاني خالص، بيخلي طعمها تحفه. بصوا يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. نحط هنا بقى ديت باللحمه. وديت اللي بالكوارع اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نرص هنا كده بقى اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله يعني عايزه اقول لكم ان كل حاجه بتبقى سهله لما انت تحبي المطبخ كده وتقولي انا هعمل كل حاجه وهتخلص بسرعه. فعلا كل حاجه بتخلص بسرعه. خلصنا قارب اللحمه اهو، نعمل بقى قارب الكوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصلنا للنهايه والحمد لله. عملنا الكوارع وعملنا اللحمه وعملنا الكوارع اللي في الصلصه. بصوا حطينا عليها عود كزبره من اللي احنا حمرناه. بصوا الجمال. بصوا غرفنا اهي سلطانيه، وغرفنا صلصه لوحدها، وعملنا اللحمه الجميله دي اهي. شايفين؟ تعالوا اتفضلوا بقى. اتفضلي يا ميرو. اتفضلي يا استاذ عماد، بالهنا والشفا. اتفضلوا كلكم يا حبايبي. ربنا يبارك فيكم، والله احلى اخوات. ربنا يعزكم يا رب، ودايما كده موجودين في حياتنا. ربنا يكرمكم يا رب. جزاكم الله خير. شايفين الجمال؟ اللحمه المتحمره بقى وايه، الكوارع الجميله. نشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. مع الف سلامه احلى اخوات. مع السلامه.